أكد النجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي مهاجم نادي رين الفرنسي أن الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الجزائري في إياب المباراة الفاصلة للتأهل لكأس العالم قطر 2022 هو الأفضل والأجمل في مسيرته الكروية. وقال اللاعب الكاميروني في تصريحات لموقع سوفوت الفرنسي: أعتقد أن هدفي في مرمى المنتخب الجزائري الذي وصلنا به لكأس العالم قطر 2022 هو أفضل لحظة في حياتي ومسيرتي المهنية. وأضاف المهاجم الكاميروني كلامه: يبقى ذلك الهدف من أفضل وأجمل اللحظات في مسيرتي المهنية، إلى جانب الفوز بلقب كأس أفريقيا سنة 2017 رفقة منتخب بلاد الكاميرون. وجاء هذا التصريح في إطار حوار مطول مع الموقع الفرنسي المذكور على خلفية الأحداث العنصرية التي تعرض لها اللاعب في الدوري الفرنسي من طرف جماهير فريقه السابق أولمبيك ليون، ممن دفعه لمغادرته في يناير الماضي نحو نادي رين بعقد إعارة لنهاية الموسم الحالي.